حاجتين اوعى تفوتهم لما تنزل اسماعيليه. شوف الفيديو ده للاخر عشان هخليك تقضي يوم جامد جدا باقل التكاليف، هتاكل فيه سمك وتشتري فيه مانجا وتفطر وتتعشى. على فكره اللي ما يعرفش ان اسماعيليه من المحافظات الكويسه جدا في اسعارها، والفيديو ده اللي عامله لك واحد في اسماعيليه مش جاي من بره، فهيعرفك بقى الاسرار اللي بتبقى موجوده في اسماعيليه. تعالوا نشوف اليوم دوت هيبقى رايق ولا هنتضايق. يلا. اول حاجه الفطار، واراهنك لو لقيت مكان ممكن تفطر عليه في الفيو اللي قدامك ده، تفطر على القناه والسفن معديه من قدامك، وكمان هم عندهم اوبن بوفيه بجميع انواع الفطار اللي انت تتخيله. كمان المطعم ده هو مطعم سمك جامد جدا، وعلى فكره هيعجبكم. تاني حاجه لو انت مش عاجبك جو الاوبن بوفيه، ممكن تطلع على اولاد الرفاعي، من اقدم المطاعم واحلى طعميه صوابع ومحشيه الغدا. انت قدامك اختيارين، يا اما تاكل في المطاعم اللي عندنا في اسماعيليه زي الشعيري والصلاه على النبي وحسن ابو علي ومسعد القماش، فنار بتاع الفطار طبعا ابو رشا العجيب اللي اكله هيبهرك كل مره. يا اما بقى انت عايز توفر شويه، فانت ممكن تطلع على سوق السمك، تختار السمك اللي انت محتاجه، واضمن لك الراجل اللي قدامك ده ما بيشتغلش غير في الكنال، وبعد ما تشتري السمك من عنده هتطلع على اسماك البورسعيدي تجهز السمك بالطريقه اللي انت عايزها. طبعا مش هينفع تنزل اسماعيليه من غير ما تشتري شويه مانجا رايقين، ودي احسن مانجا في الكوكب كله. هسيب لكم رقم حد انا بثق فيه جدا وهيظبط لكم الدنيا. وجبه العشاء شغل عندنا في اسماعيليه بتبقى تقطيع مش هتنساها طول حياتك. ودي اخر حاجه وهي السمسميه، والناس اللي بتعشقها المكان ده اسمه قهوه ابو صباع، بيعمل الحفله دي كل يوم تلات. كل اللي بيعشقوا السمسميه بيطلعوا على القهوه دي من الساعه 10 لغايه اخر اليوم بالليل. وهسيبكم مع نغمه السمسميه. لو وصلت بقى لغايه هنا ما تنسوش بقى تصلوا على النبي واستنوا فيديوهات تانية عن اسماعيليه. استنوني في حلقات جديده، مع السلامه.